وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر. الفيلم بيبدأ بممرضة اسمها غوين في المستشفى، بتدخل على مريضة وبتفصل عنها الأكسجين علشان الوفاة تبقى أكنها طبيعية، وبتطلع بره تزعق بصوت عالي وتعمل نفسها متأثرة، ولكن بتكون في دكتورة من الدكاترة بتشك فيها. وبنروح لميرا وجوزها جون وبنعرف ان ابنها مريض وعنده مرض ضمور العضلات، وغوين بتبقى الممرضة الخاصة بيه. وبتتكلم ميرا مع واحدة صاحبتها اسمها كارين وبتقول لها ان ابنها متعلق بالممرضة غوين، لكنها مش بترتاح ليها ولتصرفاتها. وفي يوم من الأيام ابنها كان بيلعب لكن وقع فجأة، وبتيجي ميرا وتلوم غوين على تقصيرها وعدم اهتمامها بالولد، لكن غوين بتقولها ان العكاز اتكسر وده مش ذنبها. هو بتكلم ميرا الدكتورة كلير علشان تجيب عكاز جديد لابنها. وبالليل بتدخل ميرا وتعتذر لغوين علشان كلمتها بأسلوب شديد شوية، لكن غوين بتقولها عادي، انت اختي الكبيرة وانا مش زعلانة ومقدرة خوفك على ابنك. وتاني يوم بتروح ميرا تحضر جلسات العلاج مع اولياء الامور اللي عندهم اطفال عندهم نفس المرض اللي بيكون عند ابنها، وبنشوف ان نفسيتها بتكون تعبانه جدا علشان مرض ابنها. ولما بترجع ميرا من جلسات العلاج غوين بتديها شاي تشربه وتقولها ده هيروق اعصابك ويهديها. وبتنام ميرا بعد كده وتروح في سابع نوم. وبتيجي الدكتوره كلير للبيت وبتكون هي نفسها الدكتوره اللي ظهرت في اول الفيلم، وبتكون مش فاكره شكل الممرضه غوين قوي، وبتقول لها انها جابت العكازات وبتحاول تطلع للولد، لكن غوين بتمنعها وتقول لها ان نايم. وكلير لما تيجي تمشي بتقول لها انا بشبه عليكي وزي ما يكون شفتك قبل كده، لكن غوين ساعتها بتضحك ليها ضحكه صفرا. وبالليل بتروح غوين لبيت الدكتوره كلير وبتديها حقنه سامه وبتحكي لها ان هي شافتها فين، وبتسيبها تموت وتمشي. وبعد كده بيجي اتصال لميرا من شخص اسمه ديفيد، وبيقول لها ان عنده ابن مصاب بنفس مرض ابنها، وانه عارف ممرضه ساعدته وخلت حالته احسن من الاول. والمفاجاه هنا ان غوين هي اللي بتكون عماله تتكلم مع ميرا. وبعد كده بتفطر ميرا مع عيلتها وبتيجي صاحبتها كارين، والعصير بيتكب على القميص بتاع جون، والقميص بيتوسخ وبيقلعه، وبتاخده غوين علشان تغسله، ولكنها بتفضل تبص عليه بصات غريبه. ولما بتدخل جوه علشان تنظف القميص بتشوفها كارين وهي عماله تشم القميص بطريقه غريبه زي ما يكون كده معجبه بجون ونفسها تعمل معاه عسل بيتش. وبالليل ديفيد بيكلم ميرا وبيقولها كلام حلو، لكن ميرا ساعتها بتستغرب وبتحاول تقلل كلامها معاه لانها ست متجوزه. وبتظهر غوين فجاه وبتقول لها انها سمعتها وهي عماله تتكلم مع ديفيد، وبتحاول تخليها تحبه، لكن ميرا ما بتهتمش بكلامها. وتاني يوم غوين بتروح تقول لجون انها سمعت ميرا بتتكلم مع راجل غريب في التليفون اسمه ديفيد، لكن جون بيقول لها انه عارف وان مراته حكت ليه كل حاجه وان هي عمرها ما بتخبي عليه اي حاجه عموما. وبعد كده بتاخده غوين وتحضنه. وتاني يوم جون بيقول لها انه مستغرب ان ميرا بتنام طول النهار، لكن ترد عليه غوين وتقول له عشان هي بتكلم ديفيد طول الليل وبتحاول انها تشككه في سلوك مراته، لكن جون بيكون واثق في مراته. وبعد ساعه بتصحى ميرا وهي مستغربه انها ازاي كانت نايمه كل الوقت ده، وبتكلمها صاحبتها كارين وبتشكرها على بوكيه الورد اللي هي بعتته، لكن ميرا ما بتكونش بعتت حاجه لصاحبتها. وبتعرف ساعتها ان غوين هي اللي بعتت بوكيه الورد، وبتزعق لها عشان هي دورها بس خدمه ابنها. لكن ميرا فجاه بيغموا عليها، ولما بتفوق بتكون عاوزه تروح للدكتور، لكن غوين بتقول لها انها تاخد عينه من الدم وتوديها للمستشفى. وبعد ساعه بيكلمها ديفيد كالعاده، ولما بيرجع جون من بره بيلاقي ميرا نايمه، ولما بيشوف اخر مكالمه في الموبايل بتاعها بيلاقيها مع ديفيد، فبيبدا يحس بالغيره. وبتشكر ميرا غوين على المجهود اللي بتعمله معاها، وبتقول لها لو حابه تاخدي اجازه وتخرجي تغيري جو مع صحابك روحي، لكن غوين بتقول لها ان هي مبسوطه بالقعده معاهم. وبيجي لميرا رساله من واحد اسمه ديفيد وبيقول لها تاخد بالها من ديفيد اللي بيكلمها لانه مش ديفيد الحقيقي. والصبح ميرا بتتكلم مع صاحبتها كارين وبتقول لها ان نتيجه التحاليل طلعت سليمه، بس كارين بتقول لها تروح للدكتور وتطمن اكتر. وبيجي لها رساله تاني على اللابتوب بتاعها وبيحذرها ان ديفيد اللي بيكلمها ده منتحل شخصيته وهو ديفيد الحقيقي، وبيطلب منها انه يقابلها. فبتوافق ميرا انها تقابله لكن في مكان عام. ولما بتروح تقابل ديفيد الحقيقي بيقول لها انه ما عندوش ابن عنده ضمور في العضلات ولا حاجه زي كده، وبيحكي لها ان مراته مريضه بالسرطان، وفي حد كان بيتواصل مع مراته الفتره الاخيره واقنعها انها توقف العلاج وعلشان كده هي ماتت بسرعه. هو بيكون جون عمال يراقبها في الوقت ده. وبنروح لكارين اللي بتروح تقابل ميرا وبتقول لها انها فاهماها كويس جدا وعارفه حقيقتها وعارفه انها بتعمل كل ده علشان البيت ده يبقى بيتها وتتجوز جون. وميرا ساعتها بتتعصب وبتستغرب ان كارين بتكلمها بكده الطريقه دي، فبتتعصب غوين عليها وبتضربها على دماغها وبتاخدها معاها في العربيه وبتديها حقنه سامه. وبعد كده جون بيكلم غوين وبيقول لها انه اتاكد ان مراته بتخونه مع ديفيد. وبتروح غوين لبيت ديفيد وبيعرف ديفيد من غوين انها كانت الممرضه اللي بتعالج مراته وحاولت تجريه لكنه صدها، وكمان اعترفت ليه ان هي اللي كانت بتتواصل مع مراته عشان توقف علاجها. وساعتها بيتعصب عليها لكنها بتخلص عليه بسرعه. وبنروح لجون اللي بيرجع البيت وهو سكران وبتساعده غوين علشان يمشي ويقلع هدومه، وبتطلع معاه لغرفته وتحاول تجريه لكنه بيرفضها فبتسيبه وبتمشي. وميرا بيجيلها رساله من ديفيد الحقيقي وفي كلمه معينه بيكررها ديفيد في الرسائل، فبتبدا تشك في الموضوع ده وبتدخل اوضه غوين وبتلاقي فيها
فيها أدوية مخدرة كتير وبتصورها علشان تبقى دليل معاها، وبتكلم جون في التليفون وتقوله على كل اللي هي اكتشفته، وبتقوله إن هي هتبلغ الشرطة في أسرع وقت. ولكن بسبب ارتباك ميرا، غوين بتعرف إنها عرفت كل أسرارها وكشفتها، فبتهددها بابنها. وغوين كانت عاوزة ميرا تاخد جرعة زيادة من المخدر علشان يبان إن ميرا هي اللي عملت كده في نفسها وخدت جرعة كبيرة من الدواء. لكن ميرا بتهرب منها وغوين بتجري وراها، بس ميرا بتضربها جامد وبيغمى على غوين، وبعد كده الشرطة بتيجي وبتمسكها. وبنشوف بعد كده ميرا وهي عايشة حياة سعيدة مع عيلتها بعد ما غوين انسجنت، وبيخلص الفيلم على كده.